تمام 10 مساء بتوقيت أسمرة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أبدأها لكم بأهم عناوينها. تغطية واسعة للتطعيم في مديرية كرن. جهود لتطوير التعليم في الكاشبركة. تحسين عمل مكتب الضرائب في الإقليم الأوسط. ترامب يتعهد برد قوي وسريع على الهجوم الكيميائي في سوريا. قتلى في انفجار بإقليم هرات بأفغانستان. وإضراب عام يشل مطارات رئيسية في ألمانيا. كان ذلك موجز النشرة، وإلى حضراتكم الأخبار بالتفصيل. أوضح مركز مديرية كرن الصحي أن حملات التعبئة والبرامج الصحية المنفذة ساهمت كثيرا لضمان صحة المواطنين ورعاية الأمومة والطفولة خاصة. وقالت مسؤولة المركز الصحي الممرضة ألماز مبرهتو إن وصول تغطية التطعيم لأكثر من 95% يعكس الجهود المبذولة والوعي المتنامي والتمكن من السيطرة على وفيات الأمهات والأطفال أثناء الولادة نتيجة مراجعة الحوامل والأمهات للمؤسسات الصحية بانتظام. وأشارت إلى توزيع الناموسيات لأكثر من 50,000 أسرة و2000 من الحوامل مجانا لمكافحة الملاريا. وذكرت بأن الحوامل كن يراجعن المؤسسات الصحية 4 مرات سابقا، لكنهن ينتظرن حاليا في المراجعة الشهرية. وأكدت متلقيات خدمات مركز كرن الصحي على أن الخدمات الصحية المقدمة تسهم في صحتهن وصحة أطفالهن. ويوجد في مديرية كرن مركز صحي و4 عيادات تضم 35 مهنيا صحيا. أكدت جمعية المعلمين فرع إقليم الكاشبركة على العمل بقوة للارتقاء بجودة وكفاءة التعليم في الإقليم. وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ يوسف دانيك إن الجمعية تهدف إلى تأطير المعلمين وتعزيز مساهمتهم المهنية وتطوير قدراتهم بالتعاون مع الجهات المختصة. من جانبه أوضح رئيس جمعية المعلمين الوطنية الأستاذ سمعون محري إنه ينتظر من المعلمين إدراك المسؤولية الكبرى الملقاة عليهم لبناء الأجيال وترسيخ تأثيرهم. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد برهان كفلة إن مهنة التعليم مرتبطة مع بناء المجتمع، وعلى المعلمين أن يكونوا مثالا يحتذى به والقيام بعمل نموذجي، مؤكدا على تعاون الجبهة معهم. وشهد الاجتماع محاضرة حول رعاية الطلاب وتنشئتهم بالقيم المجتمعية. أوضح دافع الضرائب عن تحسين عمل مكتب الضرائب والجمارك في الإقليم الأوسط ليحصلوا على الخدمات السريعة. وأعربوا عن ارتياحهم لحل التأخير والمراجعة الكثيرة التي كانت سابقا وتبعاتها من هدر الوقت والطاقات، منادين المؤسسات الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. وقال مسؤول المكتب السيد هابتي عبيو إن حل إشكالية الكهرباء وتوظيف القدرات البشرية الكافية مكن من تقديم الخدمات لحوالي 350 شخصا يوميا. وأشار عمال المكتب إلى أن إدخال الأجهزة الحاسوب في السنوات الماضية زاد من سرعة إنجاز المهام. أفاد مراسل وكالة إيرنا للأنباء أن تنمية الخضر والفاكهة التي يقوم بها المزارع النموذجي السيد برهة جبرسلاسي في ضاحية بيت جبريل بمديرية عدخلة خلقت تأثيرا كبيرا على المنطقة. ويعمل المزارع برهة بجهد كبير مدعوما بتعاون وإرشاد خبراء الزراعة لتطوير بستانه. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد كداني لاكي أن وزارة الزراعة وزعت مضخات مياه ل10 مزارعين يمكنهم تنمية الزراعة المروية، وقد استفادوا من هذه الفرصة بينهم المزارع برهة لتطوير مزارعهم. ويوجد أكثر من 300 مزارع يعملون في البستنة عبر جمعية تعاونية في مديرية عدو خلا. أعزائي المشاهدين، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حيث تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوم الاثنين بالقيام بإجراء سريع وقوي ردا على ما يشتبه بأنه هجوم بالأسلحة الكيماوية أوقع قتلى في سوريا، مشيرا على ما يبدو إلى رد عسكري محتمل. وفي حديثه للصحفيين في بداية اجتماع مع القادة العسكريين ومستشاري الأمن القومي،
قال ترامب إنه سيتخذ قرارا حيال رد على الهجوم، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا. وقالت منظمة إغاثة سوريا إن الهجوم الذي يشتبه بأنه شن بأسلحة كيميائية أدى إلى قتل ما لا يقل عن 60 شخصا وإصابة أكثر من 1000 آخرين في عدة أماكن بمدينة دوما الواقعة قرب العاصمة دمشق. ولم تستطع التقديرات الأمريكية الأولية حتى الآن أن تحدد بشكل قاطع المواد التي استخدمت في الهجوم، ولم يتسنى لها الجزم بأن الجيش السوري وراء هذا الهجوم. وأطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية سورية قبل عام ردا على قتل عشرات المدنيين في هجوم بغاز السرين في مدينة تسيطر عليها قوات المعارضة. قال مسؤول حكومي إن انفجار دراجة نارية ملغومة أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم 4 أطفال، وإصابة 9 أطفال آخرين في إقليم هارات بغرب أفغانستان. وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم هارات إن الانفجار وقع بجوار مسجد في منطقة شيندند. ووفقا لمعلومات أولية نجم الانفجار عن متفجرات وضعت في عربة ذات 3 عجلات وتم التحكم فيها عن بعد. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن الحكومة الأفغانية تلقي باللوم على حركة طالبان في القيام بمثل هذه الأعمال. وقبل يومين اتجهت القوات الأمريكية والأفغانية إلى زيادة نطاق ضرباتها الجوية على مواقع إنتاج المخدرات لتصل إلى غرب أفغانستان بهدف تقليص مصادر دخل حركة طالبان منها. ألغت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا أكثر من 800 رحلة مبرمجة، وذلك بعد إعلان عمال وموظفي القطاع العام في ألمانيا إضرابا تحذيريا للمطالبة بزيادة رواتبهم. وسيتأثر حوالي 90 ألف راكب بهذا الإلغاء، فبدلا من 1600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن ستنطلق 800 رحلة فقط وفقا لبيان من شركة لوفتانزا الألمانية، كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات. وذكرت نقابة العمال فيردي أن موظفي الحركة الأرضية ودعم العملاء وبعض خدمات إطفاء الحريق في المطار سيتأثرون بالإضراب الذي يجري لمدة يوم واحد. ويأتي هذا الإضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين من هذا النوع شهدتهما برلين في فبراير الماضي في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات. تسابق الأزواج ببريطانيا في بطولة حمل الزوجات على مضمار بطول 380 مترا، والذي يتميز بحاجز عقبة فوق القش بالإضافة إلى تلة موحلة جنوب شرقي إنجلترا. وهذه الرياضة وإن كانت غير مصنفة كرياضة رسمية، لكنها تتطلب الكثير من المران والجهد، إذ أنها فريدة وصعبة. وفاز الزوجان الإنجليزيان كريس هيبورث وشريكة تانيشا برينس في نهاية المطاف، حيث انزلقا إلى النصر بعد تخطي الحواجز والعراقيل القاسية ليحقق الفوز على المحك، بعد أن يتم رشهم بالماء لزيادة صعوبة المهمة الصعبة أصلا. وسوف يشارك الزوجان الفائزان في بطولة العالم في فنلندا في وقت لاحق من هذا العام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار الرياضية. بهذا مشاهدينا الكرام أكون قد وصلت بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء من الفضائية الإرترية. أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم. تقبلوا تحياتي في التقديم نور الدين خليفة. تصبحون على خير، إلى اللقاء.